مقدمة. يحتل الصراع العربي الصهيوني حيزًا هامًا من القضايا التي تشغل بال الرأي العام العالمي نظرًا للممارسات العدوانية المتكررة التي تطبع بها إسرائيل منذ قيامها تعاملها مع الشعب الفلسطيني، فهي لم تكتف باغتصاب أرضه وتشريده وقمعه، بل إنها تمعن في الاستمرار في اضطهاده والبطش به، مما يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة وتحكم عليها بأن تعيش في توتر دائم، وتحكم بالتالي على المجتمع الدولي ومنظماته بالتقصير والشلل والعجز والفشل، وهو ما لا يحدث إذا كانت الاعتداءات على الحقوق تصدر من جهات لا تكون إسرائيل طرفًا فيها. فالشعب الفلسطيني يكاد يكون الوحيد بين شعوب دول العالم الذي استمرت مأساته العقود تلو العقود في دوامة من المجازر الهمجية المتعاقبة الواحدة تلو الأخرى على مرأى ومسمع من العالم الملقب بالمتحضر والساهر، المزعوم على حماية حقوق الإنسان والتصدي لمن ينتهكها إذا كان من غير الإسرائيليين. والشعب الفلسطيني يكاد يكون الشعب الوحيد الذي لا يزال يواصل يوما بعد يوم صموده البطولي في وجه ترسانة خامس دولة عسكرية في العالم رغم فقره وقلة موارده. ومقاومته نابعة من عزيمته، وسلاحه من حجارة أرضه لا يثنيه عنف المغتصب ولا تآمر حلفائه، ولا يؤثر فيه تخاذل بعض الأشقاء وحساباتهم السياسية. يرفض في إباء واعتزاز الركوع والخضوع لإملاءات إسرائيل، ويواصل كفاحه مهما كانت التضحيات، ويستميت في الدفاع عن حقه في العدل والحرية التي يحرم منها فوق أرضه ويتمتع بها المحتلون الغاصبون. وتكاد تكون القضية الفلسطينية القضية المحورية الوحيدة التي تهز مشاعر الشارع العربي الإسلامي، وتجتمع حولها كلمة الأمة من مشرقها إلى مغربها في مواجهة المعسكر الصهيوني الغربي. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قام غرباء قدموا من شتى بقاع الدنيا إلى منطقة معينة، فانتزعوا الأرض من أهلها بقوة المكر والسلاح، وأنشأوا كيانا عنصريا معتديا، الأمر الذي لم تقدم عليه حتى أسوأ الأنظمة الاستعمارية في مستعمراتها. وإسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة التي واظبت منذ قيامها على خرق الشرعية الدولية، وتعيث في المناطق العربية في فلسطين وما جاورها فسادا من تقتيل وتدمير وبطش واضطهاد. وإسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة التي لا تتردد في تحدي القرارات الصادرة حتى عن المنظمة الدولية التي تدين لها بوجودها، فتسطو على الأراضي الفلسطينية وتواصل الاستيلاء على الأحياء العربية في مدينة القدس، وتمعن في تهويدها بشراسة وطمس ما تبقى فيها من طابعها العربي الإسلامي المسيحي، وتواصل بناء وتوسيع مستعمراتها في الأراضي العربية، وتبني جدارا يفصلها عن المناطق الفلسطينية ليجعل منها بعلوه البالغ 8 أمتار معزلا للمنبوذين، وهو ما لم تجرؤ على فعله حتى سياسة الفصل العنصري في إفريقيا الجنوبية في عهد الأبارتايد. وإسرائيل
تكاد تكون الدولة الوحيدة التي بعد أن أقيمت على أرض اغتصبتها من أصحابها عنوة، وصارت تفرض على من بقي منهم فوق أرض الأجداد حصارا محكما حيثما تشاء وكيفما تشاء، لتجويعهم وعرقلة تنقلهم، بإقامة أبراج للمراقبة وزرع عشرات المستعمرات وتوسيع الحواجز على حساب المساحة العربية، وحرمانهم من الوقود والدواء والعلاج ووصول الإسعافات والمساعدات، وتعطيل مولدات الكهرباء، وتدمير البنية التحتية دون أن تحرك دول العالم الحر ساكنا، بل إن كل هذا لا يمنعها من الاستمرار في مد المعتدي بالمال والسلاح وتكنولوجيا الحروب والإرهاب. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية من شرقها إلى غربها التي يسمح لها بممارسة نشاطها النووي بمفاعلها في ديمونة بصحراء النقب، وترسانتها الذرية المذهلة المكونة من مئات الرؤوس النووية والقنابل الفسفورية والألغام المضادة للأشخاص وقنابل النابالم، وكلها ممنوعة دوليا، لكن إسرائيل لا تتردد في استعمالها في حروبها ضد العرب وفي اعتداءاتها على لبنان وقطاع غزة، كل هذا دون أن تثار ضدها ضجة من الاستنكار، ولا أن تخضع لا للتنديدات ولا لعمليات التفتيش والعقوبات، كما هي الحال بالنسبة لدول أخرى مثل كوريا الشمالية وإيران. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تخصص أعلى نسبة في العالم من ميزانيتها العامة 17% للشؤون الحربية، علاوة على ما تحصل عليه من معدات حربية متطورة هدية من أمريكا تبلغ مليارات الدولارات، ومن صناعة عسكرية جعلت من إسرائيل سابع دولة مصدرة للسلاح في العالم. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تفرض على مواطنيها أن يعيشوا في حالة دائمة من الرعب والهلع لتخويفهم من العدو العربي حتى ينسوا التناقضات الخطيرة التي يتخبط فيها المجتمع الإسرائيلي، التي تهدد بنسف الوحدة الوطنية الداخلية آجلا أم عاجلا، وتفرض على الفلسطينيين حالة خوف وقلق على أرواحهم، لا يدرون أين ومتى ستكون الضربة المقبلة أو الاجتياح القادم. هذه هي إسرائيل كما صاغتها الصهيونية وشكلها الاستعمار الجديد، حقائق تصدم الضمائر وتثير الغضب والاشمئزاز. ومن هنا جاء التفكير في تجميع ما بقي عالقا في الذاكرة وما تجمع من معلومات على مدى أزيد من 40 عاما، شغفت خلالها باختزان ما يمكن استيعابه حول قضية استولت على المشاعر والوجدان، لتتبع مراحلها وتدوينها، معززة بما توفر من وثائق تاريخية وما كتبه النزهاء من المفكرين والباحثين، وما سطره الفاعلون المعتدون عن أنفسهم، إما لتحريف الحقائق والتباهي والتفاخر وعرض العضلات، وإما لتمجيد العنف والغطرسة والترويج لتاريخ القوة والبطش على حساب تمجيد قوة التاريخ والقانون. والكتاب الذي هو بين يدي القارئ لا يدعي البحث التاريخي الذي يعالج الموضوع معالجة أكاديمية، بل إنه مجرد تسجيل لبعض أهم المراحل المؤلمة التي مرت منها فلسطين وما حل بشعبها في عز القرن العشرين من مآسي وما تعرض له من مذابح، كل ذلك إرضاء لتنفيذ مشروع استعماري إمبريالي يتستر وراء أسطورة تدعو إلى انتزاع فلسطين من أصحابها
وتسليمها إلى غرباء عنها، لأنها عطاء إلهي لبني إسرائيل.